اهلا بيكم. تعالوا مع بعض نعمل سردين على طريقتي الخاصه. طبعا هو مملح ومخلل وزي الفل. جاي لي كده، بدات ان انا انضفه من الجلد والشوك. زي ما تفضلي، حابه تسيبي الجلد زي ما هو بس بيبقى ناعم يعني ودايب، مش بيحتاج ان انت تشيليه ولا حاجه. المهم ان انا نضفته من الشوك كويس جدا عشان برضه ما يبقاش فيه حاجه، وشيلت الديل وخليته زي الفل. السردين ده جالي قبل رمضان بيوم، فعملت المونتاج بتاعه بسرعة كده، وعشان اوريكم يعني الطريقة اللي انا بعمله بيها. بجد طريقة حلوة جدا وطعمها حلو قوي، وانسي بقى انك تاكليه ني تاني او تاكليه مخلل كده وبس. الاضافات اللي انا هضيفها له اعمله في منتهى الجمال. بدأت ان انا اقطعه قطع صغيرة، وعندي بصلاية متوسطة قطعتها لمكعبات. حابة تفرميها ناعم براحتك، حابة تقطعيها جوليان براحتك برضو مفيش اي مشكلة. عندي قرن فلفل حار برضو، ده على حسب يعني على حسب اختيارك. وعندي قرن فلفل احمر، حابه تضيفي فلفل الوان مفيش اي مشكله. انا نزلت بمعلقتين زيت في طاسه سخنه، وبعد كده بدات ان انزل بالسردين، ياخد تشويحه كده ويشم ريحه النار ويشم الزيت السخن ده. بقى الزيت دوت لما يسخن كده بيظهر طعم السردين. تمام. يعني مش هقعده كتير على النار، مجرد بس كده يعني حوالي نص دقيقه. يعني مش بياخد وقت، مش بيطول على النار. بس كده، يعني مش هيكمل يعني نص دقيقة تقريبا. بعد كده نزلت بالسردين بتاعنا في الطبق. حابة تصفي شوية من الزيت، براحتك يعني. بدأت أضيف بقى الخضار، عن البصل والفلفل الأحمر والفلفل الحار. حابة أضيف أي حاجة تاني براحتك برضه. عندي بقى الفلفل الأحمر ده، بصوا بقى، حطيه مع السردين. وقد ايه بقى بيبقى السلطة دي طعمها حلو جدا جدا يعني. قلبت بقى كل المكونات كده مع بعضها، وعندي بقى شويه جرجير اخضر كده حلوين، اعصر عليه بس شويه ليمون. وبالهنا والشفا قدمته بقى كده مع عصير الليمون والجرجير. شويه خس. احلى اكله ودعنا بيها شهر شعبان المبارك. وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر الخير، شهر رمضان. يعود علينا وعليكم الايام بخير، وكل سنه وانتم طيبين. واشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام عليكم.